التركايه دي بتاعت اوائل الطلبه، بس بقول لك لو انت مش منهم توكل على الله، دوس على علامه الزائد وتابعني، وكل يوم من هنا لغايه ليله الامتحان بتاع ثالثه اعدادي هنزلك تركايه في الجون. ولو عايز تشترك معانا في نظام الخمس ليالي المعسكر اللي هنلم بيهم المنهج، ابعت لنا في الرقم اللي على البايو. بقول لحضرتك الجملتين اتكتبوا قدامك كده، الجملتين يا طالب اعراب كلمه ايه؟ خلق هنا واعراب كلمه خلق هنا. مستر نعم الكلمتين مش خلق، برافو عليك، يبقى انت قريت صح. تعالى في المثال الاولاني، بيقول لك نعم خلق الله الانسان من طين. خلق هنا ايه؟ قال لي فعل ماضي مبني على الفتح، مفيش اي مشاكل. ليه يا مستر؟ عشان انا قريت مظبوط، قلت نعم، خدت بالي ان الميم عليها ايه؟ سكون. طب الثانيه، نعم خلق المرء الامانه. خلق هنا ايه؟ خلق اللي هي الاخلاق. ايوه هتعرف ايه يعني؟ قال لي ده شكل من اشكال الفعل النكره المضافه الى ما فيه ال، يبقى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. صدقني لو مش متابعني الحاجات دي مش هتعرف تعربها، وهتخش الامتحان هتلاقي نفسك مش عارف تحلها. بس انا بدعي لك تحلها يا عم. المهم تعمل شير عشان ربنا يبارك لك في اللي جاي. السلام عليكم.